فشل المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي للمرة الثانية في إجراء كشف طبي للانتقال إلى نادي جديد في الصيف الحالي، وكان زياش على أعتاب توقيع للنصر السعودي مطلع ميركاتو الصيفي الجاري قبل أن يفشل في كشف طبي ويعود إلى البلوز. وفق صحيفة إكس البريطانية فشل زياش في كشف طبي خاص بانتقاله إلى صفوف غالاتاساراي التركي رغم وجود اتفاق بين الأخير وتشيلسي على الشروط السابقة. ويذكر أن حكيم زياش خارج حسابات الأرجنتيني ميركاتو مدرب فني لتشيلسي في الموسم الحالي، ويرتبط جناح المغربي بعقد مع تشيلسي حتى عام 2025. وسبق أن تكهنات زياش نجم تشيلسي على أنباء فشل انتقال للنصر بسبب معاناة في مشاكل في الركبة، حيث نشر اللاعب المغربي على حسابه في شبكة الانستغرام صورة لركبته وكتب عليها مشكلة في الركبة صحيح، ثم وضع عدد من الرموز التي تسخر من انتقاله للنصر.